السلام عليكم الاخوه الاصدقاء ديال الصفحه ديال اجيت ولا معنا فيديو جديد. شكرا بعد على البارطاج وشكرا على التفاعل. فيديو جديد غادي نجاوب واحد الاخوان كيدخلوا عندي وهضرت معاهم وعطيتهم يعني بزاف ديال المعلومات كيفاش يبداو، وكيرجعوا عندي كيقولوا لي راه قالوا لينا الناس بان الفيومي ضعيف الانتاج والفيومي يعني كياكل بزاف. بالنسبه للاخوان ديك الهضره اللي قالوا لكم دوك الناس راه كذوب. اغلبيه كتلقاه داير 5 دراهم ديال روشارج كيهضر في واحد المجال لا علاقه ليه وما عمرو جرب شي حاجه. واي واحد دابا عنده فيسبوك واي واحد كيقول لي بغى في التعاليق وفي يعني في الفيسبوك. هادشي اللي كاين الاخوان. بالنسبه للاخوان خصكم تعرفوا الدجاج الفيومي هو دجاج بياض بامتياز، غير هو ماشي دجاج لحم. يعني الذكور ديالها الذكور ديال الفيومي ما كيفوتوش 2 كيلو. وكيسولوني يعني بعض الاخوان عاوتاني كيقولوا لي احنا بغينا نديروا انتاج ديال البيض واللحم. بالنسبه للاخوان اللي باغيين يديروا الانتاج ديال البيض واللحم غادي تخدموا بالخليط ديال السلالات حر. يعني الخليط ديال السلالات يكون فيه الاسترالوب، يكون فيه الجيرسي، يكون فيه السوسيكس، يكون فيه الاندلسي، يكونوا فيه سلالات حره اللي موجوده عند بزاف مربين. حيت اغلبيه المربين كتلقى عنده خليط سلاج وكتلقى عنده الفيومي، لان الفيومي هو سلاله خاصه بانتاج ديال البيض. هادشي اللي كاين الاخوان. وكما غادي تشوفوا في الفيديو راه الدجاج ما شاء الله في الانتاج ديال البيض. وحاولوا الاخوان اللي باغي يبدا شي مشروع يحاول يتفادى الهضره ديال الناس، لان كل واحد عنده فمو وكل واحد كيقول اللي بغى. واغلبيه اقسم بالله انا كنشوف التعاليق بزاف، اغلبيه كيبغي غير يفشل الناس وكيبغي غير يحطم الناس. اغلبيه كتلقى مسكين شي واحد عنده الامل ديالو في شي مشروع يديرو في دارو ولا يديرو في الارض ديالو، وكتلقى الهضره من عائلته، الهضره من خوتو، الهضره من صحابو: ما عندك ما دير بالدجاج وما عندك ما. هذاك اللي غادي يقول لك ما عندك ما دير بالدجاج قول لي خلصني ولا خدمني معاك في داكشي اللي خدام فيه انت. راه اغلبيه الاخوان، راه اغلبيه الناس اللي فاشلين هادشي اللي كيهضروا عليه، كيهضروا غير يعني اي حاجه يخسروها، لا سواء الدجاج لا سواء مشروع اخر. تهضر ليه في مشروع اخر غيقول لك فاشل، تهضر ليه في مشروع اخر يقول لك فاشل. يعني يعني ضروري غادي توحل مع بارد الكشاف. هانتوما كما كتشوفوا الاخوان في الفيديو، تبارك الله البيض تبارك الله ديال الفيومي تبارك الله ما شاء الله. الانتاج يوصل حتى ل 80% عند الفيومي. ولكن ضروري الاخوان توفير التربيه الصحيحه. راه الا الاخوان الدجاج بغيتي يعني يبيض مزيان راه ضروري توفير 16 ساعه ديال الاضاءه. يعني 2 سوايع اضاءه قبل الفجر، يعني قبل طلوع الشمس، و2 سوايع يعني بعد غروب الشمس. ضروري الاخوان هاد الطريقه باش كتكمل 16 ساعه ديال الاضاءه وكتكمل يعني تكوين البيضه. يعني الدجاجه كتكمل 16 ساعه، يعني كتكمل تكوين البيضه يعني داخل الجهاز المبيض ديالها. هادشي اللي كاين الاخوان. وان شاء الله راه غادي نبدا نحط لكم ان شاء الله فيديوهات يعني من المراحل ديال التفقيس حتى المراحل ديال انتاج البيض ان شاء الله، بايطاب مع يعني مع التلقيحات، مع مع الطريقه ديال التربيه كامله حتى للاخر. هادشي اللي كاين الاخوان. وكما كتشوفوا الفيديو البيض ديال الفيومي مقبول وكيتباع بلدي تبارك الله، والمذاق ديالو تبارك الله ما شاء الله بحكم الناس اللي ذاقوا البيض ديال الفيومي تبارك الله. هادشي اللي كاين الاخوان. وحاولوا تفاداو يعني اللي باغي يدير شي مشروع ينوض يطبق المشروع في الارض الواقع ويحاول يتفادى. انا اغلبيه بعدا انا كنشوف الناس بعدا اغلبيه كيفشلوا. اللي كيتصل بيا كيقول لي راه فشلوني الناس، دوخوني الهضره ديال الناس. حاولوا الاخوه اللي باغي يطبق شي حاجه يطبقها يعني في خفاء، ويحاول ما يتشاور مع حتى شي واحد، يحاول يدير بروجي ديالو في الخفاء. هادشي اللي كاين الاخوان. وتبارك الله عليكم، الله يسخر لكم الاخوان. وان شاء الله تسنوا الجديد ان شاء الله. ان شاء الله راه غادي تكون ان شاء الله يعني جميع المعلومات غادي تلقاوها في هذه الصفحه من الاول حتى للاخر. والله يسخر لكم الاخوان وتبارك الله عليكم. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم.